السلام عليكم يا شباب واهلا بيكم في اليوتيوب تشانل بتاعتي. ولو انتوا اول مره تشوفوني فانا ايمان بقدم محتوى عن الفاشن والهاند ميد والارت وحاجات تانية كتيره من حياتي. فلو انتوا بتحبوا المغامرات وبتحبوا تجربوا حاجات جديده تاكدوا ان انتوا عاملين سبسكرايب للتشانل بتاعتي واستنوا الفيديوهات الجديده. فيديو النهارده هيكون توتوريال تكمله لسلسله الجراني سكوير. هوريكم ازاي تقدروا تربطوا اكتر من جراني سكوير مع بعض. فمن غير رغي كتير خلونا نبتدي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو ده. في فيديو النهاردة هوريكم ازاي نقفل الجراين سكويرز اللي احنا عملناهم المرة اللي فاتت علشان نخليها قطعة واحدة بالشكل ده، جراين سكوير واحد ممكن نشتغل عليه حاجات تانية كتير. علشان نربط الأربع مربعات دول ببعض ونخليهم جراين سكوير واحد هنحتاج خيط نفس الحجم والإبرة اللي احنا اشتغلنا بيها من الأول. خلوني اشرح لكم مبدئي احنا هنشتغل ازاي. اولا احنا بنختار جراني سكوير من دول وبنبتدي نشتغل فيه زي حرف ال كده، وبعد ما بنشتغل حرف ال ده بنبتدي نلف نشتغل في الجراني سكوير التاني ونمشي كده، بعدين نمشي على الاتنين جراني سكوير من هنا علشان نقدر نبتدي ان احنا نشتغل في ده. هوريكم دلوقتي احنا بنعمل دي ازاي. ده اول جراني سكوير هشتغل عليه علشان اربطه مع ده. اول خطوة بنعملها ان احنا بنجيب الجراني سكوير اللي احنا هنشتغل عليه، وبعدين هندخل الابرة فيه من هنا وناخد الخيط ونبتدي نشد الخيط بالشكل ده كده، وهنسيب الطرف ده والطرف التاني هنبتدي نعمل سلسلة مكونة من 3 زي كأننا بنبتدي السطر بتاعنا بالظبط، وبعدين هنبتدي نعمل زي ما كنا بنعمل 2 عمود بلفة. لو ما شفتوش الفيديو بتاع الجراني سكوير ارجعوا شوفوه. ادي ده التاني، وهنبتدي برضو نكمل. احنا بنشتغل على ده بنزوده عادي زي ما بنزود اي جراني سكوير في سطر جديد، يعني ده سطر رابع. فهنبتدي نعمل سلسلة وبعدين نسيب دي ونشتغل في اللي بعدها هنا، وهنعمل سلسلة وهنشتغل في الخرم ده. احنا بس بنزود زي كأننا بنزود سطر جديد، يعني كل اللي احنا بنعمله ده ان احنا بنزود سطر جديد عادي، بس هنزوده على شكل حرف ال. يعني هنفضل نكمل شغل لحد ما نلف الأضلاع دي بس. كده انا وصلت عند الزاوية التانية، عملت اهو العمود اللي بلفة اللي بيكون هنا، وبعد كده هبتدي ان انا اعمل سلسلة واحدة كده وهشتغل 3 هنا زي ما بشتغل في الزوايا. 1 2 3 بالشكل ده كده. وبعد ما اشتغلت ال3 دول هبتدي اعمل 3 سلاسل. 1 2 3. ده كده الشكل اللي طلع معانا. قلت لكم ان احنا هنشتغل حرف ال كده، وبعد كده هنبتدي نشتغل هنا. فهجيب الجراني سكوير التاني عشان احطه قدامه كده. المفروض بقى ان انا هبتدي اربط الضلع ده بده. فهعمل ايه علشان اعمل الخطوة دي؟ المفروض ان انا هنا بشتغل 3 غرز عمود بلفة، فهبتدي ان انا اعملهم اهو. ادي 1 2 3. كده عملت 3 غرز زي ما هما هنا عملتهم هنا. طيب عشان اربط ده بده بقى، مش انا المفروض بعمل غرزة سلسلة كده قبل ما ابتدي اشتغل العمود اللي بعده؟ هبتدي بقى السلسلة دي اعملها هنا. هاجي اهم ال3 غرز قصاد ال3 غرز كده، وفي الخرم ده هبتدي
ادخل الابرة بتاعتي واعمل منزلقة، او بتسموها تشين، بالشكل ده كده. بعدين هبتدي اعمل العمود بلفة بتاعي، اللي هو بنسيب الغرزة دي وبيبقى في الغرزة اللي بعدها اهو. هنا هنعمل عمود بلفة. بعدين عشان اعمل العمود بلفة اللي بعده هبتدي ان انا ادخل هنا واعمل المنزلقة او السلسلة whatever اسمها ايه، اهو بالشكل ده كده. بعدين هبتدي اعمل العمود اللي هنا اهو كده. المنزلقة اللي بعد كده هتبقى هنا، هدخل بالإبرة كده والف الخيط بالشكل ده كده، وبعدين اعمل العمود. وبفضل اكمل كده لحد ما اخلص السطر بتاعي كله. كده انا خلاص وصلت للزاوية هنا، فهبتدي ان انا اعمل المنزلقة اللي هي دي اهو. دخلتها كده، طلعتها بالشكل ده كده، وهبتدي بقى اعمل الزاوية بتاعتي. ادي عمود، اتنين، تلاتة. وبعد ما بخلص العمود ده بعمل واحدة سلسلة، وبعدين بدخل هنا في الزاوية اللي قصادها اللي هي اللي احنا عملناها بالبينك دي، وببتدي ان انا اعمل منزلقة كده، وبعدين هعمل سلسلة وابتدي اعمل التلاتة اللي هما التانيين اللي بيبقوا هنا. دي واحد، اتنين، تلاتة. واكمل شغل على الجراني سكوير ده عادي جدا زي ما كنت بشتغل وبزود اهو. ده كده شكل تقفيلة الجنبين. المهم الخطوة اللي بعد كده بقى ان انا بكمل شغل على الجراني سكوير ده لحد ما اوصل لهنا. ببتدي اعمل سلسلة، ادخل هنا عشان اعمل عمود بلفة، سلسلة، بعدين اعمل العمدان بتاعتي كل حاجة. على طول بقى بفضل اكمل 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 على طول لحد ما اوصل للنقطة دي. بعد ما وصلنا لهنا وعملت السلسلة دي هبتدي اعمل التلاتة اللي هما في الزاوية هنا. دول هم تلاتة وبيبقى في تلاتة تانيين جنبهم، فابتدي ان انا اعمل ادي واحد، اتنين، تلاتة. وبعد ما عملت التلاتة دول هبتدي اعمل سلسلة، وبعدين هاجي هنا واعمل منزلقة بالشكل ده كده عشان اربط المربعين ببعض في النقطة دي، وهبتدي اعمل سلسلة تانية، وهبتدي بقى اشتغل التلات غرز اللي المفروض بيكونوا جنب التلات غرز دول اهو. ادي واحد، اتنين، تلاتة. ده كده بيكون شكلها. بعدين هبتدي اكمل السطر بتاعي عادي جدا اهو. بعمل العواميد بتاعتي في كل عمود في مكانه زي كأني بشتغل سطر جديد بالظبط. ايا كان بقى شكل الجراني سكوير عامل ازاي، هي بنشتغل بنفس الطريقة، لان في كذا شكل للجراني سكوير،
فهي نفس الطريقة بنشتغل بيها فيهم كلهم. بعد ما وصلت للزاوية دي هبتدي ان انا اعمل 3 عمود بلفة، 2 3 وبعدين هبتدي اعمل 3 سلاسل، ادي 1 2 3. ليه بقى انا عملت الخطوة دي؟ علشان هجيب جراني سكوير تاني ابتدي ان انا اربطه هنا، زي ما قلت لكم ان احنا الاول بنمشي حرف ال كده وبعدين نطلع كده، بعدين نمشي كده ونمشي السطر ده كله كده، وهنيجي هنا هنبتدي نمشي كده كده، بعدين نمشي كده تاني كده ونلف لحد ما نرجع نقفل ده. فاللي احنا هنعمله برضو هنا نفس اللي احنا عملناه قبل كده، اشتغلنا سلسلة 3، هنلف الخيط وبعد كده نعمل 3 غرز عمود بلفة بالشكل ده كده، والسلسلة اللي احنا بنعملها بعد الغرز هنعملها هنا اهو بالشكل ده كده. هنبتدي ان احنا ندخل هنا في نفس المكان اللي فيه السلسلة، وبعدين نعمل منزلقة بالشكل ده كده ونلف عشان نعمل العمود. هنيجي نفرق كده علشان نعمل المنزلقة هنا اهو بالشكل ده كده، ونلف علشان نعمل العمود. نمسك الخيط نعمل المنزلقة هنا ونلف علشان نعمل العمود، وهنفضل نكمل لحد ما نوصل للزاوية بتاعة الجراني سكوير ده. دي كده اخر واحدة قبل الزاوية. هنبتدي ان احنا نعمل المنزلقة اهي بالشكل ده كده، وبعدين هنبتدي نعمل ال3 عواميد اللي بيبقوا هنا، عمود التاني التالت. وبعد ما نعمل العواميد دول هنبتدي نعمل سلسلة كده، وبعدين هنبتدي نفتح الغرز كده. هنا هنلاحظ ان في 3 دول وهنا ال3 التانيين، والخرم اللي قبل ال3 اللي هو فيه ال3 سلاسل المفروض، وده برضو الخرم اللي قبل ال3 اللي فيه ال3 سلاسل. احنا عشان نربط الجزئية دي بالجراني سكوير اللي فوق هنبتدي ناخد سلسلة هنا، يعني هنعملها هنا اهو. انا عملت سلسلة بعد ال3 دول، هبتدي ان انا ادخل في الخرم اللي هيكون هنا واعمل منزلقة، بعدين هعمل سلسلة وهبتدي ان انا اعمل ال3 عواميد اللي في الزاوية التانيين بالشكل ده كده. وهكمل بقى شغل السطر ده عادي خالص لحد ما اوصل للزاوية اللي هنا. كده انا وصلت للزاوية اللي هنا، عملت السلسلة وبعدين هبتدي الف الخيط علشان اعمل 3 عمود بلف. ادي 1 2 3. وبعد ما عملت ال3 عمود بلفة دول هبتدي اعمل 3 سلاسل، ادي 1 2 3. ليه عملت الخطوة دي؟ علشان هبتدي اجيب الجراني سكوير الرابع وابتدي امشي كده علشان اقدر اطلع هنا برضو واعمل الجزئية دي. ابتدي بقى ناخد الجراني سكوير والف الشغل بالشكل ده واتأكد بس ان هو معدول، وابتدي هنا
اشتغل في الزاوية دي 3 عمود بلفة اهو. ادي 1 2 3. وبعدين المنزلقة هبتدي ان انا اعملها هنا او في اول خرم ده. في اول خرم هنا هبتدي ان انا اعمل المنزلقة بتاعتي. هدخل بالشكل ده كده واعملها كده. بعدين هشتغل العمود بتاعي اللي بعده. هاجي في اللي بعدها اعمل منزلقة. اشتغل بعد كده العمود اللي بعده. هعمل منزلقة. اشتغل العمود اللي بعده. عشان ما حدش يتلخبط في حتة ان انا بعمل منزلقة فين او كده، انا بعملها في الحتة اللي انا بزود فيها السلسلة. يعني مش انا هنا اشتغلت 3 بعدين زودت السلسلة دي، انا بقى باجي اعمل المنزلقة في الغرزة بتاعة السلسلة اللي انا زودتها دي. فانا هنا اهو اشتغلت العمود، ودي اهي الغرزة اللي فيها السلسلة، فهبتدي ان انا اعمل فيها منزلقة اهو بالشكل ده كده. بعدين الف العمود بتاعي اعمله، وهكذا بقى بفضل اكمل لحد ما اوصل للزاوية دي. كده انا وصلت لاخر واحدة منزلقة، هبتدي اشتغلها بالشكل ده كده علشان اجي في الزاوية هنا اعمل 3 عواميد. ادي 1 2 3. طبعا انا محتاجة بقى اربط دلوقتي الجزئية دي اللي هنا دي بالجراني سكوير بتاعي. فهبتدي اعمل ايه؟ انا مش لما جيت هنا علشان اعمل الزاوية دي دخلت بالمنزلقة في دي، يبقى انا علشان اعمل الزاوية بتاعت هنا هدخل بالمنزلقة اللي هنا في دي. فهعمل ايه؟ هبتدي الاول اطلع بسلسلة، وبعد كده هاجي افتح الغرز كده، وفي الزاوية اللي هنا دي هبتدي ادخل الابرة بتاعتي علشان اعمل منزلقة بالشكل ده كده. بعدين هطلع منها بسلسلة تاني كده، وبعدين هلف عشان اعمل العمدان بلفة دول ال3 اللي بعد كده. كده يبقى انا ربطت الزوايا كلها ببعضها. هبتدي برضو اشتغل بنفس الطريقة. الجزء اللي فيه السلسلة ده هبتدي اعمل فيه منزلقة اهو. هبتدي ان انا اعمل هنا منزلقة علشان اربط ده بده بالشكل ده كده. وبعدين هلف الخيط وابتدي اعمل العمود بلفة بتاعي في مكانه. اللي بعديها برضو اهو هعمل المنزلقة هنا وابتدي الف الخيط واعمل العمود بلفة بتاعي في مكانه، وهفضل اكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل برضو للزاوية. قولوا وانتوا بتشتغلوا ما تشدوش الجراني سكوير ده، تخلوه قد الجراني سكوير ده. يعني ما تشدوش الزاويتين كده على بعضها، لان في الغالب هتنسوا غرز وهتكتشفوا هنا ان انتوا اشتغلتوا حاجة غلط او عملتوا حاجة غلط، ما دخلتوش في غرزة، كل الكلام ده. فخلوه عادي زي ما هو كده، وابتدوا ان انتوا اشتغلوا عادي جدا كده. خلاص وصلت للزاوية، عملت اخر عمود بلفة قبلها. هبتدي برضو اعمل المنزلقة في الجزء بتاعها ده كده، وبعدين هاجي في الزاوية اعمل 3 عمود بلفة. 1 2 3. بعدين هطلع بسلسلة، وبعدين في الزاوية اللي هنا اللي هي البينك دي هبتدي ان انا ادخل اعمل منزلقة كده
وبعدين اعمل سلسلة. لو لاحظتوا هتلاقوا ان عدد الغرز هو يعني انا بطلع بسلسلة، بدخل بمنزلقة، بعمل سلسلة، فدول التلات سلاسل اللي هما اصلا بيبقوا في الزاوية. وهبتدي ان انا اشتغل الغرز الباقية كده عادي جدا زي ما كنت بشتغل، وهفضل اكمل بنفس الطريقة اللي انا بشتغل بيها كأني بعمل جراني سكوير عادي لحد ما اوصل للنقطة دي. وصلت للزاوية اللي هنا هبتدي ان انا اعمل سلسلة واعمل التلات عمدان اللي بيكونوا هنا. دي 1 2 3، وبعدين هعمل سلسلة وهدخل هنا بمنزلقة اهو بالشكل ده كده، وبعدين هعمل سلسلة تاني وابتدي ان انا اعمل هنا في الزاوية دي التلات عمدان بالشكل ده كده. وهفضل اكمل شغل على الجراني سكوير بتاعي كله لحد ما اوصل للنقطة دي كده. للجزئية دي هبتدي برضو اعمل هنا 3 عواميد بلفة بالشكل ده كده. بعدين هبتدي اعمل سلسلة في الجزئية دي، هبتدي ادخل بمنزلقة علشان اربط كل حاجة ببعضها. بعدين هعمل سلسلة، ابتدي اعمل بقى التلاتة الباقيين هنا واكمل لحد ما اوصل للاخر زاوية وصلت لها. هبتدي برضو اعمل التلات عواميد بالشكل ده كده. بعدين هعمل سلسلة، وهنا في سلسلة هبتدي ان انا اشد الخيط كده واقصه هشده بالشكل ده كده، وهجيب ابرة التنظيف بتاعتي ادخل الخيط فيها، وفي السلسلة اللي هنا هبتدي اعدي الابرة بالشكل ده كده، وبعدين اعديها هنا بالشكل ده كده، واقفلها من هنا اهو. ندخل الخيط تحت الغرز عشان يطوف. وبس كده. دي الطريقة اللي بيقفلوا بيها أي قطعة بالجراني سكوير اللي بتبان إن هي شكل مصانع، تقفيل نظيف، كل الحاجات دي. فأتمنى إن هي تكون سهلة عليكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبولي في الكومنتس ايه رأيكم في السلسلة اللي احنا عاملينها دي. والفيديو الجاي ان شاء الله هعمل معاكم قطعة ملابس من الجراني سكوير. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم الفيديو اول ما ينزل.